كان في قرد لطيف عايش في بيته على شجرة التفاح. وفي يوم عدى تمساح من تحت الشجرة. القرد رماله تفاحة، ومن هنا بقوا صحاب. التمساح قال للقرد: ممكن تديني تفاحة دواء لمراتي؟ ده هيعجبها قوي. وفعلا التمساح خد التفاح ومشي رجع لمراته. مراته عجبها التفاح قوي وقالت له: جبته منين؟ التمساح قال لها: من صاحب القرد. مراته قالت له: هو القرد بياكل التفاح الحلو ده كل يوم؟ أنا لازم أكل قلب القرد ده، أكيد طعمه أحلى من التفاح. طبعا التمساح خاف وتردد وقال لها: بس ده صاحبي، أنا مقدرش أخليكي تاكلي قلبه. مراته قالت له: لو ما روحتش دلوقتي وجبت القرد عشان أكل قلبه، أنا مش هكون مراتك ومش عايزة أشوفك تاني. التمساح خاف من تهديد مراته ورجع لصاحبه القرد وقال له: مراتي دقت التفاح وعجبها قوي وعزمك عندنا عشان تشكرك. القرد قال له: ملوش لزوم تتعب نفسك يا صاحبي، وبعدين أنا مش بعرف أعوم، هروح معاك إزاي؟ التمساح قال له: ما تخافش، أنا عامل حسابي، تعال اركب على ظهري وأنا هوصلك. القرد صدقه وركب فعلا على ظهر التمساح وكان فرحان. بس في نص الطريق التمساح بدأ يعوم بسرعة وكان هيغرق القرد. القرد فضل يصرخ يقول له: انت بتعمل كده ليه؟ انت بتعمل كده ليه يا صاحبي؟ انت عايز تموتني؟ التمساح قال له: بصراحة مراتي كانت عايزة تاكل قلبك، وأنا وعدتها إني هاخدك ليها. القرد خاف بس فكر يتصرف بذكاء. قال له: مش كنت تقول كده من الأول؟ أنا سبت قلبي على الشجرة وما جبتوش معايا. التمساح الغبي صدق وقال له: طيب لو رجعتك الشجرة هتجيب قلبك وتيجي معايا؟ قال له: طبعا يا صاحبي. وفعلا التمساح رجع القرد على الشجرة. وأول ما القرد طلع الشجرة التمساح قال له: يلا هات قلبك وانزل بسرعة. القرد قال له: هو أنت غبي؟ هو في حد بيمشي من غير قلبه؟ أنا مش هكون صاحبك تاني وعمري ما هثق فيك، لأنك خاين وناكر للجميل. مشي التمساح وحس بغلطته وقد ايه هو فعلا كان خاين وناكر للجميل، وازاي يعمل كده في اللي ساعده وعمل معاه خير. ورجع التمساح لمراته من غير قلب القرد ولا التفاح.